مع الرجال يضربون زوجاتهم ضرب البعير، ضرب الدواب، يجلدونهن. أين ستذهب من الله؟ ماذا لو رفعت هذه المسكينة والضعيفة يدها إلى الله وقالت حسبنا الله ونعم الوكيل؟ ماذا ستفعل؟ تستقوي عليها؟ الله أقدر عليك منك عليها. إني أحرج حق الضعيفين. هذه مسكينة ضعيفة ما يجوز تضربها، ما يجوز الضرب أبدا. خلاص كرهتها، صار في بيناتكم شقاق، ما بدك إياها يا أخي، كل واحد يروح بحال سبيله. كما دخلتم بإحسان افترقا بإحسان، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. خلاص انتهت القضية. حتى لو صار أمر، الله عز وجل وضع لنا طرق للعلاج. أول شيء قال فعظوهن. امرأة ناشز يا أخي، مو أخطاء عادية، ناشز، قال فعظوهن بالكلام الطيب. يا حبيبي يا عيني يا روحي ما مشي الحال، ننتقل للأمر الثاني. قال واهجروهن في المضاجع. وين قال في المضاجع؟ حتى من المعاشرة بمعروف أنك ما تهجرها خارج البيت، ولا تتركها 7 أيام وشهر وشهرين، ما يجوز. الهجران الشرعي يكون في المضجع، يعني بتدير ظهرك أنه أنا زعلان منك، هذا يكسر قلب المرأة، كافي تنام بالغرفة الثانية. واهجروهن في المضاجع. بعدين شو قال؟ ما مشي الحال واضربوهن. قلنا شلون الضرب؟ مو خلاص اضربوهن، كسرنا وضربنا واخذنا بعتنا على المشفى وعلى المقبرة، ما يجوز. أين ستذهب من الله؟ والله الذي يضرب امرأته هذا الضرب والله ليس برجل، هذا ليس برجل، لأن ذلك ليس من شيم الرجال أبدا. ثم ماذا قال بعدها؟ إيش قال بعد الضرب كذا صار في طلاق؟ لا،